بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في قناة مطبخنا المصري. والنهاردة إن شاء الله هنعمل طاجن كوارع، وهنشوف هنعملهم إزاي بطريقة سهلة إن شاء الله وبسيطة تعجبكم. ودلوقتي زي ما احنا شايفين أنا بغسلها بمية عادية خالص، طماطمية متقطعة بس كده عشان الحلة ما تغمقش. هسيبها لحد ما تغلي ونرجع نشوف هنعمل ايه كمان ان شاء الله. وادي الميه بتغلي وهنزلها اهي. لما بننزلها والميه بتغلي ما بتعملش ريم ولا اي حاجه خالص. طبعا الريمه الموجوده دي بتاعه الطماطم بس كده. وهنا ده توم وبصل، وعندي هنا البهارات دي شطه وبهار مشكل وفلفل اسمر وده لوري بودر، وهنزلهم كده بس كده. زي ما احنا شايفين مفيش ريمه ولا اي حاجه خالص. وبنزودها ميه بتغلي برضو، ما نزودهاش ميه ساقعه خالص بس كده. وهنسيبها تستوي ونشوف هنعمل ايه كمان ان شاء الله. زي ما احنا شايفين الشوربه بتاعتها اهي، بسم الله ما شاء الله. دي البهارات، لما بتنقص الميه البهارات بتلزق في جناب الحله كده اهي. زي ما قلت لكم بنزودها ميه مغليه عشان ما نوقفش السوا بتاعها بس كده. نكمل سوا بنفس الطريقه دي ونرجع نشوف هنعمل ايه كمان ان شاء الله. ودلوقتي زي ما احنا شايفين اهي استوت خلاص. دلوقتي هحط لها الملح. انا غالبا بحط الملح في اول السلق، اي لحمه اي طيور بحط لها الملح في الاول لاني بحبها تكون مطعمه كده بالملح. بس دي عشان مستعجله عليها مرضتش احط لها ملح عشان تستوي معايا بسرعه. ودلوقتي انا هعمل طشه بالشوربه لان انا هعمل رز ابيض جنب الطاجن. اللي حابب بقى يعمل فته هيلاقي شوربه جاهزه، اللي حابب يعني ياكل الكوارع مع الرز كده بس برضه هياكل من الطاجن. دلوقتي بقى هحط معلقه فلفل اسمر بس كده. بس كده خلاص. ايه الطشه بس كده. ودلوقتي هنبدأ نجهز في الطاجن. ودلوقتي دي معلقة زيت، ودي معلقة سمنة، ودي المرطة زي ما بقول لكم كل مرة، دي المرطة بتاعت السمنة. ده البصل نحط عليه رشة ملح وفلفل أسمر والبهارات ال7 بهارات، ونفركهم مع بعض بالشكل ده كده عشان أفك الحلقات بتاعت البصل بس كده. البصل معايا معلقة توم مفروم اهي، وده فلفل مقطعه اهو. ونقلب بالشكل ده كده مع الملح والفلفل والبهارات بتاعتنا، البهارات اللي تفضليها بتستعمليها.
دلوقتي خلاص البصل دبل، انا ما بخليهوش ياخد لون، بس مجرد ما يبقى معانا كده بننزل عليه الطماطم مع عصير طماطم زي ما بقول لكم. انا بغلي الطماطم بقطعها واغليها واضربها في الخلاط، بتبقى معانا بالمنظر ده كده، وبتسهل عليك الوقت، ما تسيبيش الحاجه تتسبك كتير. بس كده. دلوقتي هحط قرنين فلفل حامين حسب الرغبه، اللي حابب يحط، اللي مش حابب طبعا يخلص. ولو الكوارع بتاعتي لسه محتاجه سوا، طبعا انا عندي مستويه عشان كده ما حطيتهاش من اول الطماطم. بننزلها تاخد كام غلوه مع التسبيكه كده اهي. بس انا عندي هنا مستويه فمش هطول عليها. بس كده هدخلها الفرن ونشوفها بعد ما تطلع ان شاء الله. ده الشكل النهائي لطاجن الكوارع، جربوه بالطريقه دي ان شاء الله هيعجبكم، وبالهنا والشفا. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.